سامعين صوت الطشة؟ أظن مفيش أحلى من كده صوت تحبوا تسمعوه. يا مساء السعادة عليكم وعلى قلوبكم الجميلة. يا رب كل اللي يشوفني يكون طيب وبخير إن شاء الله. تعالوا النهاردة نعمل أكلة بقى كده خفيفة وبسيطة، أكلة أمهاتنا وأجدادنا اللي بجد مهما نعمل من وصفات مفيش أحلى من الوصفات بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها لنا. إحنا كلنا زهقنا بقى من الطبيخ ومن الصواني والطواجن والمشمر والمحمر طول رمضان، من أول رمضان واحنا عمالين بنعمل في عزومات وبنعمل في اكلات جامده جدا. فيلا نعمل بقى كده اكله بسيطه ونكسر القاعده ونهدي شويه على جبنه اللي خلاص تعب من كتر الصرف. يلا بينا النهارده نعمل بصاره بجد اكله تحفه جدا على طريقه ماما ومامتك وعلى طريقه الناس الجميله بتاعت زمان اللي مهما نعمل مش هتبقى زي اكلتهم اللي كانوا بيعملوها بايديهم. يلا ما تنسوش تصلوا على الرسول ولايك وشير للفيديو وكومنت حلو كده للتشجيع. اول حاجه هنعملها هنجيب بقى الفول المدشوش من عند العطار او من السوبر ماركت، وتنقيه وتغسليه وتنقعيه كده من بالليل لحد الصبح علشان تشتغلي بيه ويكون الحبايه كده بقت طريه وسهله على طول في السوى. بعد كده هنجيب بقى الحله بتاعتنا وننزل بالفول بعد ما نصفيه من الميه، وننزل كمان عليه بشبت وبقدونس وكزبره، وكمان هنحط عليه بصل اخضر وبيدي طعم حلو جدا يا بنات، بجد جربوه هيعجبكم جدا. وكمان كده نعناع اخضر فريش بيبقى تحفه، ولو ما عندكيش تقدري تستخدمي النعناع المجفف. وكمان هننزل عليه بقى بشويه كده من التوم، يعني كام فص كده من التوم حلوين. انا كنت مفرزنه التوم ده صحيح، وبرضو الخضره كنت مفرزناها في التلاجة. ويلا بينا بقى نحطهم على النار ونسيبهم يستووا. ولو ما استواش معاكي بسرعه تقدري تضيفي كده ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر او البيكنج صودا عشان يسرع لك عمليه التسويه. اول بقى لما يستوي نضربهم كده بالهاند بلندر. وتعالوا بقى نعمل البصلايه بتاعتنا، بصلايه كبيره كده متقطعه جوانح. هنحط شوية زيت في طاسة على النار، أول لما يسخنوا ننزل بالبصلة بتاعتنا كده ونحمرها بالشكل ده. لما تديني اللون الجلد الجميل ده ننزل عليها كده بمعلقة من الكزبرة المجففة تاخد كده التقليبة والسخونية بتاعت الطاسة، ونرفع على طول البصل بتاعنا. ويلا بينا بقى نطش الزيت ده بالكزبرة الناشفة في قلب البصارة بتاعتنا اللي ضربناها بالهاند بلندر أو ضربتيها في الخلاط، بس لما تكون بردت علشان شفشق الخلاط ما يتكسرش. وناخد بقى كده كبشة وننزل كل البهاريز اللي في الطاسة دي بالزيت بقى بكل الحاجات الجميلة التحفة دي. يلا بقى نضيف عليهم كمان شوية من النعناع المجفف، معلقة صغيرة كده من الكمون، والكمون هو روح البصارة. ونحط الملح بتاعنا وكمان ربع معلقة من الفلفل الأسود، وقلبي بقى قلبي. ومش عايزة أقولك يا لهوي على الريحة، الريحة تحفة. تقدري كمان تضيفي مكعب مرق براحتك خالص لو انت حابة، لو مش حابة خلاص تمام، انا ما بضيفوش بصراحة. وتسيبيها بقى كده تاخد غلوة على النار بالزيت بقى اللي احنا حطيناه والتوابل تغلي غلوة كده على النار، وعلى طول بقى صبيها في قلب الاطباق بتاعتك. عايزة اقولك ان ريحتها كانت تحفة وطعمها مش قادرة اقولك قد ايه طعمها لذيذ وجميل. الناس اللي ما بتعرفش تعمل البصارة بعد الفيديو ده هتبقى أستاذة، والناس اللي ما بتحبش البصارة عايزة أقول لكم إن انتوا ما جربتوهاش وما دقتوهاش عشان تحكموا عليها وتقولوا عليها إن هي مش حلوة أو مش عاجباكم. صدقوني لو جربتوا ودقتوها مش هتسلوها وبجد هتعشقوها، وعلى طول هتعملوها وتبقى من وصفاتكم المميزة. أكلة سهلة وسريعة وخفيفة بجد، وتفصل بقى شوية عن الأكل اللي احنا أكلناه الفترة اللي فاتت دي. كلنا محتاجين التغيير. فيلا جربوا الوصفة وحطوا بقى البصل بقى المحمر على الوش كده زي ما تحبوا في النص تفرشوه على الطبق كده. انا بصراحة بحط كده على الطبق كله لان ولادي بيعشقوا حاجة اسمها بصل محمر، بفرشه كده او بغطي كده وش الطبق بيه بيبقى طعمه تحفة جدا زي ما تحبي. ويلا بينا نحط جنب منه بقى شوية جرجير، شوية بصل اخضر، طماطم مخللة. اكلة تحفة وجميلة وحرشة وبجد طعمها حلوة جدا. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وكومنت منكم حلو للتشجيع، واستنوني في فيديوهات تانية جديدة واقول لكم مع الف سلامة.